اسمع وركز معايا، كلام هيهمك. اسمعني لمدة دقيقتين. رجعت لكم النهارده بفيديو جديد في قواعد النطق، ومش اي قواعد نطق، قواعد نطق نار يا حبيبي، نار. لأول مرة تسمعها، الغالبية العظمى أول مرة يسمعها يا جماعة. والله الحاجات دي مهمة عشان تنطق صح، عشان ما تجيلكش كلمات زي كده فيها قواعد زي دي وتغلط فيه. وقبل ما نبدأ الفيديو صلي على حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. القاعدة اللي احنا نتكلم فيها يا جماعة الاس اي او والاس يو. انت عارف طبعا ان الاس اتش بتنطق شين، والسي اتش احيانا بتنطق شين، والدنيا حلوه. طبعا لاول مره تشوف القاعده دي اس اي او والاس يو بتنطق شين. اذا لم ياتي قبلهم حرف متحرك هينطقوا شين. ايوه، يعني لو جه قبلهم حرف ساكن، لو ما جاش قبلهم حرف خالص برضه هيتنطقوا شين. صلي على الحبيب قلبك يطيب. بص كده معايا في الكلمات. اول كلمه دي الاس يو اهي، دي قبلها حاجه؟ لا طبعا، ما جاش قبلها لا حرف متحرك ولا ساكن، تنطق شين على طول، تاخد التأشيرة زي كلمة شور، برافو، يعني أكيد. طبعا الكلمات دي أنت ممكن تقراها لسماعك للكلمة، لكن لو جات لك كلمة جديدة مش هتعرف تقراها لو أنت مش عارف القاعدة. طبعا هنا سكر، ما قلتش سجر، شوجر، شوجر، تمام. نسيج اهي، ادي الاس يو اهي، جه قبلها حرف ايه؟ ساكن، جه قبلها ايه؟ حرف ساكن، فهتنطق ايه؟ شين، تبقى الكلمه ايه؟ تيشو، تيشو يعني نسيج. جلسه ادي الاس اي او، جه قبلها ايه؟ حرف الاس برضو حرف ساكن، صح؟ يبقى الكلمه ايه؟ سيشن، سيشن يعني جلسه. ضغط بقى، ادي اليو الاس يو برضو جه قبلها حرف الايه؟ الاس، وده حرف ساكن. طبعا الصدفه ان ايه؟ ان حرف الاس جاي قبلها يعني، بس طالما حرف ساكن يبقى ايه؟ الاس يو هتنطق شين زي كلمه ايه؟ بريشر، بريشر، تمام. عاطفه ادي الاس اي او بقى مع بعض الثلاث حروف اهم، برضو جه قبلهم حرف الاس فتنطق شين، تبقى ايه؟ باشن، باشن، عاطفه او انفعال. خد الكلمه اللي جايه دي تمديد، ادي الاس اي او اهي القاعده بتاعتنا، وجاي بقى مش قبلها اس ان، وده حرف ايه؟ ساكن، يبقى هتنطق برضو شين، تبقى الكلمه ايه؟ اكستنشن. ولما تكون الكلمه طويله عليك قسمها اكستنشن يعني تمديد، تيجي بمعنى وصله. تعبير ادي برضو الاس اي او اهي، جه قبلها حرف الاس وده حرف ساكن، يبقى ينطبق عليها قاعده وتنطق شين، تبقى الكلمه اكسبريشن،